السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تجربونها وتنال رضاكم، اللي هي كيكة الشوكولا التركية ببيضة واحدة. هنا أنا عندي بالنسبة للمقادير بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. راح أضيف لها نص كوب من السكر الأبيض الحبيبات. راح أخفقهن بالخلاطة الكهربائية لحد ما تتكون عندنا رغوة سميكة وتعطينا اللون الأبيض. هنا بعد ما حصلنا على القوام اللي نريده تقريبا بعد مرور 4 دقائق، هنا راح أضيف لها تقريبا نص ملعقة صغيرة من الخل، وراح أضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا. هنا راح أستمر بالخلط أمود تمتزج عندي المكونات. هنا عادي أضيف الفانيلا، تقريبا ملعقة صغيرة من الفانيلا، أو تقدرون تضيفون أي منكهات تحبونها. هنا أنا راح أضيف تقريبا ثلث كوب من الزيت، راح أضيفه بتدرج وأستمر بالخفق وأضيف بالتدريج. هنا أنا بعد ما نكمل كمية الزيت نضيفها بهذا الشكل. راح أضيف كوب من الحليب، وإذا ما متوفر عندكم الحليب السائل تقدرون تضيفون كوب من المي وثلاث معالق كبيرة من الحليب البودرة. هنا أنا بعد ما ضفت الحليب مباشرة أطفي الخلاط وأخذ وحدة من الشبكات على مود أخلط بها يدويا. فهنا راح نجهز المكونات الجافة. بالنسبة للمكونات الجافة عندي كوبين قايسة من الطحين، راح أخذ من عندهن ملعقتين من الطحين أرجعهم، لأنه راح نخلي بدالهم ملعقتين من الكاكاو الخام مثل ما تلاحظون. وأخذت 2 معالق من الطحين، وهسه راح أضيف ملعقتين من الكاكاو المر البودرة. بهذا الشكل ضروري إنه نخلي الكاكاو على مود ما تتكون عندنا تكتلات الشوكولاتة في داخل الخليط. هنا أنا راح أضيف لها تقريبا ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وهسه راح أخلط المكونات كل زين. وهسه هنا راح أضيف ملعقة كبيرة من النشا. طبعا النشا راح يعطينا طراوة للكيكة يعني، وطبعا هذا الشي تقدرون تستغنون عنه، بس راح يعطينا فرق كلش كبير بالتيست مالت الكيكة. هنا راح نجهزنا الخليط المكونات الجافة. هنا راح أضيف تقريبا ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان على المواد السائلة. هنا القهوة راح تعطينا إنه الشوكولاتة تكون غنية داخل الكيكة، فراح تكون تعطينا طعم غني كلش طيب. طبعا أيضا همين تقدرون تستغنون عنها. هسه هنا راح أضيف المكونات الجافة على قسمين، ما نضيفهم كلهم دفعة واحدة على مود نشوف إذا راح يحتاج الخليط نضيف له أو ما يحتاج. فهنا أنا ضفتهن على دفعتين وخلطتهن، بعدين راح أضيف الدفعة الثانية. هسه هنا بعد ما خلطتهن مثل ما تلاحظون الخليط كل سائل يعني، فيحتاج إنه نحط الكمية الثانية من الطحين.
هسه هنا بعد ما خلطت المكونات الجافة راح أضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الصودا، وراح أخلطها بهذا الشكل. راح تفرق لنا أكيد بالقوام والانتفاخ مالت الكيكة. فهنا مثل ما دا تشوفون شلون لونها كلش كاكاوي وكلش ملسة وحلوة الخليط. فهنا مثل ما دا تشوفون بعد ما خلصت راح نتأكد إنه ماكو تكتلات من الطحين يعني جوا. فهنا راح أحضر القالب البايركس. طبعا أي قالب تقدرون تستخدمون بأي قياس حسب الارتفاع اللي انتم تريدونه. هنا راح أدهن القالب بس بالزيت، ما راح يلزق لا تخافون. فهنا راح أضيف الخليط، وطبعا أكون مجهزة الفرن مسبقا قبل لا أبدي أحضر بالكيكة على درجة حرارة 100 و180 من فوق ومن جوا. وراح ننتظرها لمدة تقريبا 40 دقيقة إلى نص ساعة حسب حرارة الفرن عندكم، وطبعا نستمر بمراقبتها. وهسه هنا بعد ما استوت عندنا الكيكة بهذا الشكل، شوفوا ارتفاعها. طبعا شوية أنا تأخرت، يلا حطيتها بالفرن لأنه الكهرباء عندنا طفت، فلهذا شوية البيكنج باودر ما انطى تفاعل كلش كبير. فإذا تحطونها مباشرة راح ترتفع عندكم فوق القالب. هنا غطيتها بوصلة مطبخ على مود تطرى عندنا وما تنشف من فوق. هسه هنا راح نحضر طبقة الكريمة. هنا أنا عندي تقريبا 3 كوب من الكريمة شانتيه بطعم الفراولة أو أي طعم انتم تحبونه. أضيف نفس الكوب، يعني كوب كامل، عفوا كوب من 3 كوب من الحليب البارد كلش، وراح نخلطه بهذا الشكل. يعني راح حطينا 3 كوب من الكريم الشانتي و3 كوب من الحليب البارد. هسه هنا راح أخلطها لحد ما تتماسك عندنا الكريمة. هنا مثل ما دا تلاحظون شلون تماسكت عندنا الكريمة وصارت ثقيلة بهذا الشكل. هسه هنا راح أضيف لها تقريبا علبة كاملة من القشطة أو الخيمر، أي شي متوفر عندكم. راح أضيف علبة كاملة بهذا الشكل، طبعا راح يعطينا طعم كلش طيب. فهنا مثل ما تشوفون ضفتها. وهسه هنا راح أضيف تقريبا ملعقة كبيرة من أي جبن دهن عندكم متوفر عندكم، وأيضا تقدرون تستغنون عنه، بس راح يعطينا طعم أيضا كلش طيب. مثل ما تشوفون استمرت بالخفق مرة ثانية، ونكون جهزنا الطبقة الأولى من الكيك أو الكريمة. فهنا مثل ما تشوفون قوامها كلش سلس وناعم وكلش متماسك بهذا الشكل. هسه هنا جبت الكيكة راح أغرسها بالشوكة على مود تاخذ الحليب اللي راح نرش لها. طبعا تقدرون ما تقدرون تخلون أو تقدرون ما تخلون الحليب، بس أنا الكيكة مالتي طلعت هشة فما خليته هواي، تقريبا خليت 3 كوب أو ربع كوب. هنا راح أزيل المنطقة الفوق اللي شوية صايرة عالية عمود نرتب الكيكة بهذا الشكل. وهسه هنا بعد ما شلتها الطبقة الفوق على مود تطلع عندنا الكيكة متساوية من خلال الطبقات الكيك والكريمة. بس يعني طبعا هذا الكيك ما راح نذبه، راح نستفاد من عنده بعدين بتزيين الكيكة، أو تقدرون تسوون بيه حلا ثانية، يعني تقدرون تستفادون من عندها بهذا الشكل. بس أنا حبيت إنه أستغلها بالتزيين. وهسه هنا راح أشرب الكيكة تقريبا بربع كوب من الحليب. طبعا أنا رديت ما أشربها، بس قلت لأنه راح أضيف لها يعني قوام الكريمة شوي راح يكون صلب، مو كلش سائلة، فقلت خليني أضيف لها عم تطلع كلش هشة مثل ما تلاحظون. وهسه هنا أنا بعد ما شربتها بالحليب، طبعا بدون شكر بس حليب، لأنه احنا ما نحب الكيكة تكون كلش مسكرة. فهنا أنا مثل ما تشوفون ضفت الكريمة
وراح أساويها وأوزعها بشكل متساوي على الكيكة. هسه هنا بعد ما ملسناها وصارت بهذا الشكل راح نحطها بالثلاجة لحد ما تبرد. طبعا أنا ضفت الكريمة بعد ما بردت تماما. هسه راح نحضر صوص الشوكولا اللي هي الطبقة الأخيرة. راح أحط ربع كوب من السكر وراح أضيف فوقها ربع كوب من الكاكاو وربع كوب من الزيت وربع كوب من الحليب السائل. بهذا الشكل بعد ما خلطتهن بالخلاط صار بهذا الشكل. شوف قوامه شلون ثخين وبنفس الوقت ناعم وكلش طيب. أتمنى تجربون هاي طريقة الشوكولا لأنه طريقة رهيبة وبسرعة تصير وبدون غاز بدون نشا بدون طحين. هنا خليتها بكيس حلواني أو أي كيس متوفر عندكم على مود يسهل التوزيع على الكيكة أو ما تطلع الكريمة من برا. وهسه هنا بعد ما قصيتها راح أوزعها على الكيكة بهذا الشكل وبعدين أبدي أملس بيها وأساوي بيها. وهسه بعد ما ضفت الشوكولاتة راح أملسها وأوزعها فوق طبقة الكريمة. طبعا راح نجيب أي شي متوفر عندكم إذا كان سكين أو ملعقة. مو شرط هاي الأداة اللي أنا دا استخدمها على مود نوزع بيها الشوكولا. طبعا لأن الشوكولا عندي ثخينة فشوية طلع من الكريمة لي فوق. بس مو مشكلة. راح نغطيها في الفتات الكيك اللي أخذناها. طبعا أنا شوية فتتها وحطيتها من لي فوق بهذا الشكل. طلع شكلها كلش حلو ومرتب وأنيقة بنفس الوقت. هنا راح أدخلها للثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين على مود تجمد عندنا الطبقات. يعني مو تجمد إنه تتماسك الطبقات وما تخرب وتكون طبقة بطبقتها. فهنا مثل ما تشوفون شلون صار شكلها كلش مرتب. وهسه هنا طبعا أنا ما قدرت أنتظر. حبيت إنه أشوفكم قطعة من الكيكة. يعني تقريبا صار لها ساعة ونص بالثلاجة. ثم ما تلاحظون شوية طلعت من الكريمة اللي فوق. بس مو مشكلة. شوف الطبقة شلون طلعت كلش مرتبة وحلوة. وطبعا الطعم ما أحكيكم خرافي والكيكة كلش هشة وتجنن. أتمنى يا رب عجبتكم الوصفة. لا تنسون تجربونها إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. لا تنسون تسوولي لايك وشير وسبسكرايب على مود توصلكم كل الفيديوهات اللي أنشرها. ومع السلامة. أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.